تمكن الأمن المغربي الاثنين من فك لغز مقتل نجم تيك توك أنور العثماني 20 عاما ذبحنا من الوريد إلى الوريد داخل شقته في أحد أحياء مدينة طنجة شمالي المغرب. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة تمكنت بتنسيق مع نظيرتها في مدينة تطوان، وعلى ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الاثنين، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها أنور. واشتهر العثماني بنشر مقاطع فيديو على منصة تيك توك مع انتظامه في الدراسة في كلية العلوم والتقنيات في طنجة. وخلف مقتل الشاب المغربي موجة إدانة عارمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتحقيق العدالة.